مش كل الشركات الكبيرة ماشية بنفس السيستم. في شركات مخصصة ميزانية مستقلة للإي كوميرس، وفي شركات بتعتبر الإي كوميرس مجرد بند تحت ميزانية التسويق الكبير. وهنا بنلاقي مدير الإي كوميرس نفسه في صراع دايم، لأنه مطالب يحقق أرقام مبيعات ضخمة بحصة قليلة جدا هي المتبقية لحملات البرفورمانس المسؤولة عن البيع المباشر في الأونلاين. ومن هنا بتظهر المفارقة، إن الشركة في آخر الشهر بتحاسبه على مبيعات الموقع الفعلية، رغم إن الميزانية اللي كانت مخصصة للبرفورمانس أصغر في كعكة التسويق، أو هي الأصغر في كعكة التسويق، والجزء الأكبر اتصرف على إعلانات البراندنج واليوفط وحتى بند السوشيال ميديا، غالبا يكون موجه لصناعة المحتوى والوعي بالبراند مش البيع المباشر. وطبعا في فرق جوهري بين السوشيال ميديا والبرفورمانس، بس ده موضوع هنفككه بالتفاصيل في الحلقات الجاية. بس في الحالتين المشكلة واحدة، وهي الجمود. ولكن عشان نكون منصفين، طبيعي جدا إن أي شركة يكون ليها ميزانية محدودة عشان تقدر تحمي سيولتها والاستقرار بتاعها، بس الفرق في مرونة الحركة وقت الفرصة. في الشركات الكبيرة الميزانية دايما مقفولة برقم سنوي ثابت، فيكسد وكابت. الهدف منها هي السيطرة والرقابة. لو انت ميزانيتك خلصت في نص الشهر لان الطلب عالي عندك في الموقع، مش هتعرف تاخد سيولة زيادة بسهولة، لان الدورة المستندية والمالية بتمشي ببطء، وده احيانا بيفرمل نمو الاونلاين في الوقت اللي هو محتاج فيه يندفع وينطلق. الستارت اب بقى مش فكره ان معاها فلوس كتير، بس هي بتتحرك بعقليه المستثمر مش بعقليه المحاسب المسيطر على الريتيل. طالما العائد على الاعلانات اللي بنسميه الرؤاز ربحان والقطعه بتكسب، المؤسسين بياخدوا قرار لحظي وانستنت بزياده الصرف عشان يلحقوا الفرصه. الفرق ان شركات الريتيل بتخاف من تجاوز الميزانيه كقيمه اداريه، وشركات الستارت اب بتخاف من ضياع الفرصه كقيمه تجاريه. الكبير هنا بيحمي استقراره، والشركات الصغيره بتجري وتخاطر ورا النمو بتاعها.